أهلا وسهلا بكم يا مستمعينا الأعزاء في الحلقة الجديدة دي اللي هناخدكم فيها معانا في رحلة عميقة جوا القضايا اللي بتعمل الحدث، وهنحلل التطورات اللي بترسم معالم مستقبلنا سواء في المغرب أو في العالم. النهاردة معانا موضوع مش بس يخص المتخصصين في الطاقة أو الاقتصاد، لكن بيمس بشكل مباشر مكانة المغرب على الخريطة الدولية، وبيوضح لنا إزاي المغرب بيتحول من مجرد مستهلك للطاقة لفاعل رئيسي بيحاول يصدرها لدول وقارات تانية. كلامنا النهاردة عن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة، المشروع الكبير اللي كتير اتكلموا عنه وقالوا عليه إنه واحد من أكبر مشاريع الطاقة في العالم. المشروع ده اتكتب عنه كتير واتقال فيه أكتر ما بين ناس شايفاه فرصة تاريخية للمغرب وناس تانية مش واثقة إنه هيتنفذ. وكما بيقولوا الرياح ساعات ما بتمشيش زي ما السفن بتحب. في حلقتنا دي مش هنعرض لكم بس أرقام ومعطيات، لكن هناخدكم ورا الكواليس ونكشف لكم أسباب التعثر اللي حصل. ليه الحكومة البريطانية اتراجعت؟ وإيه قصة المهلة الأخيرة اللي ادتها الشركة المسؤولة عن المشروع؟ يا ترى المشروع فعلاً دخل في نفق مظلم ولا لسه في أمل؟ هنناقش سوا خلفيات المشروع، أبعاده الاستراتيجية والتحديات اللي بيواجهها دلوقتي، وهنختم بتحليل صريح من منظور مغربي خالص. يا ترى إيه معنى كل ده لمستقبل المغرب؟ هل خسرنا فرصة مهمة ولا لسه الطريق قدامنا؟ عشان كده ما تشيلوش السماعات وركزوا معانا، لأن الحلقة دي مليانة معلومات وتحليل ومستنية نقاشكم. ويلا بينا نبدأ رحلتنا. وقبل ما ندخل في التفاصيل ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعمونا بلايك وتعليق. المشروع ده ما كانش فكرة جات كده في يوم وليلة، لكن وراه سنين من تخطيط ودراسات ومفاوضات، وبيعبر عن طموح المغرب إنه يبقى مصدر رئيسي للطاقة النظيفة لأوروبا، مستغل موقعه الجغرافي المميز والإمكانيات الطبيعية الكبيرة اللي عنده سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. ببساطة المشروع بيقوم على مد 4 كابلات كهرباء بحرية بطول أكثر من 3800 كيلومتر من سواحل الصحراء المغربية لحد شواطئ بريطانيا، وبالتحديد منطقة ديفون في جنوب غرب إنجلترا. الكابلات دي مش عادية، دي عالية الجهد ومصممة تنقل الكهرباء بكفاءة كبيرة وبأقل خسائر ممكنة عشان تغذي ملايين البيوت البريطانية بطاقة نظيفة ومتجددة طول الوقت. لكن زي أي مشروع كبير، الطريق ما كانش مفروش بالورود. المشروع واجه تحديات تقنية وسياسية ومالية، وكان آخرها موقف الحكومة البريطانية اللي رفضت بشكل رسمي توقيع عقد شراء الكهرباء اللي بيتسمى عقد الفروقات. العقد ده كان يعتبر العمود الفقري للمشروع، لأنه بيوفر للمستثمرين ضمانات بسعر ثابت للكهرباء على المدى الطويل، وده كان هيخلي المشروع أكتر جاذبية وأسهل في التمويل والتنفيذ. ورغم الرفض ده الباب ما اتقفلش خالص، لكن المشروع دخل في مرحلة حساسة وصعبة. الحكومة البريطانية ادت الشركة المسؤولة إكس لينكس مهلة أخيرة لحد نهاية يوليو 2025 عشان تاخد قرارها النهائي، يا تكمل في الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة عشان تاخد الموافقة الرسمية، يا تسحب الملف مؤقتاً وتوقف المشروع. وفي الوضع ده الشركة بقت قدامها اختيارات قليلة، خصوصاً بعد ما هيئة التخطيط العمراني البريطانية قالت بوضوح إنه مفيش مجال لتأجيل الاجتماع التمهيدي بعد يوليو، لأن الفحص التمهيدي خلاص خرج بره الإطار القانوني المسموح به حسب قانون التخطيط البريطاني لسنة 2008. الموضوع كده بقى معقد جداً ما بين ضغط الوقت من ناحية والتحديات الاقتصادية والسياسية من ناحية تانية. الشركة كانت بتعتمد على توقيع العقد عشان تضمن سعر ثابت للكهرباء اللي هتتولد في المغرب وتتصدر لبريطانيا، وده كان هيساعد يقلل من المخاطر الاستثمارية ويزود جاذبية المشروع قدام البنوك والمستثمرين الدوليين. غياب الضمان المالي ده معناه إن الشركة هتواجه صعوبات كبيرة في تأمين التمويل الضخم اللي المشروع محتاجه،
ده غير الإجراءات القانونية المعقدة في بريطانيا، من أول الفحص التمهيدي لحد التقييم الرسمي، وما يتبعدهم دراسات بيئية واجتماعات استشارية. وكمان مع وجود معارضة متزايدة من بعض الجهات البريطانية اللي شايفة إن المشروع بيهدد فكرة السيادة الطاقية لإن بريطانيا. وعلى الناحية التانية، لازم ما ننساش قد إيه المشروع ده ليه أهمية استراتيجية كبيرة للمغرب. الموضوع مش بس موضوع تصدير كهرباء، لا، ده بيوضح مكانة المغرب كلاعب أساسي في معادلة الانتقال الطاقي على مستوى العالم، خصوصاً مع زيادة الطلب الأوروبي على الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وده بيدي المغرب فرصة ذهبية يقوي بيها شراكاته الاقتصادية ويوسع وجوده في الأسواق الدولية، وكمان يستفيد من العوائد المالية الكبيرة اللي هتدخل البلد، ويطور البنية التحتية بتاعته في مجال الطاقة، ويوفر فرص شغل جديدة، وينقل التكنولوجيا والخبرة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقنيات النقل الكهربائي البحري. لكن في نفس الوقت في تحديات جوة البلد ما ينفعش نتجاهلها، زي مسألة المياه، لأن إنتاج الطاقة المتجددة بالحجم ده بيحتاج موارد مائية كبيرة، سواء في مرحلة الإنتاج أو في تبريد الأنظمة التقنية أو حتى في مشاريع تحلية مياه البحر اللي مرتبطة بالمنظومة دي. وده كله بيحصل في وقت المغرب بيعاني فيه من نقص متزايد في المياه، خصوصاً في المناطق الجنوبية. وده بيخلي صناع القرار لازم يلاقوا التوازن الصح بين الطموح في مجال الطاقة ومتطلبات التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية بتاعة البلد. كل العوامل دي بتخلي المشروع ورقة تفاوضية حساسة جدا، سواء جوه المغرب أو في التعامل مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم بريطانيا. واللي هيحدد مصير المشروع خلال الأسابيع الجاية هو قرارات شركة إكس لينكس وموقف الحكومة البريطانية، وهل هيوصلوا لحلول وسط ترضي الطرفين وتحمي المشروع من مزيد من التأجيلات والعراقيل ولا لا. وكمان ما ينفعش نفصل المشروع ده عن البعد الجيوسياسي بتاعه، لأن الموضوع مش صفقة تجارية وبس، ده جزء من صراع استراتيجي كبير حوالين أمن الطاقة في أوروبا وشمال إفريقيا. مع زيادة التوترات العالمية وبالذات حوالين إمدادات الطاقة، كل مشروع عابر الحدود بقى ليه أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية معقدة. بريطانيا بعد ما خرجت من الاتحاد الأوروبي بتدور على مصادر طاقة بديلة ومستقرة، لكنها برضو تحت ضغط السياسات الداخلية اللي بتركز على فكرة الاكتفاء الذاتي ودعم المشاريع المحلية. أما المغرب فهو في موقع استراتيجي يخليه لاعب مهم جدا في ربط إفريقيا بأوروبا في مجال الطاقة، وناوي يثبت إن نجاح مشروع إكس لينكس مش بس هيكون ليه أثر اقتصادي، لكنه كمان هيقوي مكانته الدبلوماسية والطاقية عالمياً. وفي الآخر، السؤال اللي لازم كلنا نسأله، يا ترى الأطراف دي هتقدر تتخطى العقبات وتوصل لاتفاق ينقذ المشروع، ولا هنشوفه يدخل في موجة جديدة من الشكوك والتأجيلات اللي ممكن تضيع عليه الفرصة؟ قولوا لنا رأيكم في التعليقات. هل المشروع ده فرصة حقيقية للمغرب وبريطانيا، ولا المخاطر أكبر من الفوائد؟ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكراً لكم ونشوفكم في حلقة جاية.